ليه زامورانو لبس الرقم الغريب ده مع انتر ميلان؟ زامورانو كان المهاجم رقم 9 في انتر، حتى بعد وصول الظاهرة رونالدو فضل زامورانو رقم 9 ولعب رونالدو بالرقم 10. الظاهرة تألق بالرقم 10 وكسب كأس الاتحاد الأوروبي مع انتر، بس بعد كأس العالم 98 سيطرت حالة من الحزن على الظاهرة اللي خسر النهائي بعد تعرضه لأزمة صحية كبيرة. وفي نفس الوقت تقريبا تعاقد الانتر مع الأسطورة روبرتو باجيو، وباجيو يعني 10، فمن باب الاحترام تخلى الظاهرة رونالدو عن رقم 10 لباجيو. ساندرو ماتزولا المدير الرياضي الانتر وقتها راح لزامورانو قال له ممكن ندي رقم 9 لرونالدو، اعتقد ان ده شيء هيسعده ويخرجه من حالة الحزن اللي هو فيها، واحنا محتاجينه يكون سعيد. زامورانو اللي كان عارف ان بالفعل رونالدو هو افضل رقم 9 في العالم تخلى عن رقمه لرونالدو، برغم ان عمره في حياته ما لعب غير بالرقم 9 وما بيتفائلش باي رقم تاني. هو وماتزولا توصلوا لفكرة عبقرية، انه يلبس رقم 18 ويحط ما بين الرقمين علامة زائد، 8 زائد 1 يساوي 9. فضل زامورانو لمدة 4 أو 5 ماتشات بيستخدم البلاستر عشان يحط علامة الزائد ما بين التمانية والواحد، لحد ما الشركة المصنعة بقت بتبعت القميص بتاع زامورانو مطبوع عليه علامة الزائد زي الأرقام. التيشيرت رقم 8 زائد 1 وقتها حقق مبيعات خرافية، ومع الزمن بقى قميص أيقوني في تاريخ كرة القدم.